سبق لي في حصة ماضية درت نداء للشاب تاع غرداية اللي قال يحوس يتزوج بنت متيزي وزو. درت له نداء، النداء تاعي واش جاب لي عجوزة في عمرها 70 سنة. هاي بعثت رسالة قالت أني حابة نتزوج. المهم ماشي لازم الشاب تاع غرداية، الشاب تاع غرداية صغير يعني، ولكن تقول أكتب لك هذه الرسالة راجية منك سيدي المحترم مساعدتي في إيجاد رجل صالح يناسبني سنا لا يفوق 76 سنة، فأنا امرأة عمري 70 عام، أبدو أصغر. 70 سنة بصح تبان صغيرة، قالت لك ماشي تسمع 70 سنة تقول خلاص هي طاب جنانها واحدودب ظهرها وشاب شعرها، لا 70 عام بصح أبدو أصغر من عمري. لا أستطيع أن أسكن وحدي، هذا ما جعلني أفكر في الزواج على سنة الله ورسوله. بارك الله فيك، يخاف الله. ما إيش قادرة تسكن وحدها 70 سنة، ما عندها الدورية، ما عندها حتى واحد، وعندها مسكن. قالت لك تحوس على إنسان يخاف الله ومتفهما حنون. احنا نقدر نعرفه يخاف ربي، ما يشربش، ما يسرقش، ما يكذبش، يصلي صلاته. بصح حنون هذا ما كيف نعرفه حنون؟ خلي حنون هذا كي يتزوج بك حتعرفي حنون ولا ماشي حنون. يرضى أن يشاركني حياتي ويكون لي عونا وسندا، فأنا تعبت لوحدي، رجائي أن يخرجني مما أنا فيه كي أعيش معه في ظل الألفة والمحبة والوئام المدني. والوئام ماشي الودني، والفونا الوئام مدني، حتى ولينا كل ما نسمعوا وئام نقولوا المدني. والوئام ينفق علي مما يرضي الله. لدي سكن خاص بي وأنا أخت شهيد. إذا هذا المرأة هي تسكن في الجزائر، هي تسكن في الجزائر في العاصمة، وهي أعطت سنها والتليفون تاعها والعنوان تاعها. هاي كالشيخ هاي ماتت المرأة تاعو، ولا كالشبانهم يحوسوا يزوجوا باباهم. هاي 70 سنة في عمرها، قالت لك واني لاباس بيا. تحوس شيخ مسكينة ماهيش حابة تقعد وحدها، عندها دار. شيخ صباح طيب له قهوة حليب، يقعدوا يتشايخوا، هم يسبحوا كيف يروحوا يجيبوا عمرة. الشيخ تغسل له حوايجه، تسقم له عمامته. مالا إذا أي شيخ حاب يتزوج، هيا روحنا نزوجوا لجان، جاونا العجايز دوك نزوجوهم. هيا مبروك عليك، روح نشوفوا لك هذه المرأة تزوج بها وتبني دارك إن شاء الله. فتاة، سمحوا لي أني مريض، جات موت للجزائر دانا معه. فتاة خطبها شيعي، فما حكم ذلك؟ هذه الفتاة الوهرانية اللي راهي تسأل، هذه الفتاة من وهران جاها شيعي قال لها باللي حنايا نحبوا أهل البيت، ما كاش منها، راهو يكذب عليك وراهو يخدع فيك، لأن الشيعة عندهم مبدأ التقية. وشنو هو التقية؟ هو جواز الكذب، يجوز له يكذب باش يحقق المصلحة تاعو. الشيعة يكفرون الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، ويلعنون عائشة. احنا ما نتلاقاوش مع ناس يسبوا الصحابة. احنا جزائر أهل السنة نحبوا الصحابة، كل واحد قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم وخدع عليه وهو مؤمن به ودافع عن الإسلام، نحبوه. احنا نحبوا جميع الصحابة وما نخوضوش فيما بينهم. قال عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي إياكم أن تتخذوهم غرضا بعدي فبحبي أحبوهم. يعني قالنا كي تحبوني أحبوهم، وإحنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما لا تتزوجيه، بالك يخدعك بحب أهل البيت. أهل البيت كانوا يحبوا الصحابة، والصحابة يحبوا بعضهم بعض، وإحنا نحب أهل البيت ونحب الصحابة. أما لا تتزوجيه، وروحي لبابك قولي له ما ديريش معه علاقة بتخبية حتى تولي تحبيه، ومن بعد كيف يطيحك في الحب، تولي ماشي قادرة تخلي عليه. وكي تولي ماشي قادرة تخلي عليه تتزوجي به ولا تهربي معاه، ولو يكون يهودي أو نصراني. لا روحي لبابك قولي له